رمضان هو أفضل شهر للتنشيف، لأن التنشيف في رمضان سهل جدا. وبعد الفيديو ده أوعدك هتطلع من شهر رمضان منزل وزن جسمك فوق ال5 كيلو. هديك شوية نصايح كده فكمل معايا للآخر. أهلا بيك، إن شاء الله تكون بخير. دي الحلقة الأولى من سلسلة إزاي تتحكم في رمضانك السنة دي. النهاردة هنتكلم عن التنشيف في رمضان بكل تفاصيله والتريكات بتاعته، فخليك معايا لآخر الفيديو. أول حاجة، حاول تاكل أكل صحي، ومش شرط تحسب سعراتك وتعقد الموضوع على نفسك. عاوزك بس تلتزم بالأكل الصحي طول شهر رمضان، وشوف جسمك في آخر شهر رمضان هيبقى عامل إزاي. تاني حاجة، المية. شربك للمية مهم جدا في شهر رمضان، وللأسف أغلبنا بيهمل المية في شهر رمضان، وده بسبب الوقت الضيق اللي بيكون بعد الفطار للسحور. فحاول تشرب من 3 ل 4 لتر مية بعد الفطار، هتوزعهم كل نص ساعة أو كل ساعة. وهديك نصيحة واحدة بس هتخليك تشرب مية من غير ما تاخد بالك. حاول تخلي فيه ازازة مية جنبك بعد الفطار، لأن ده هيساعدك بشكل كبير إنك تفضل تشرب مية. تالت حاجة، النوم. أنا عارف إن النوم ملوش علاقة بالأكل، بس خليك معايا للآخر. أغلبنا بيهمل النوم في رمضان برضه بسبب الوقت، بس أنت ممكن تستغل شهر رمضان إنك تنام من 6 ل 8 ساعات في اليوم بالتقسيمة اللي أنا هقولك عليها. هتنام من بعد صلاة التراويح للسحور، يعني من 8 ونص لحد الساعة 3، وكده تكون خلصت أول 6 ساعات ليه. هتصلي الفجر وتكمل يومك عادي، وبعد الظهر هتاخد قيلولة من ساعة لساعة ونص. كده ال8 ساعات بتوعك كاملين، وكده أنت زي الفل ومش محتاج حاجة تاني. الموضوع سهل وبسيط. كل أكل صحي ونام كويس واشرب مية كفاية. أوعدك إنك في آخر شهر رمضان جسمك هيتحول 180 درجة. وكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اكتب لي رأيك في الحلقة تحت في الكومنت. كل سنة وأنت طيب.